انا كنت عاوز نربيه. نربيه يا ابني؟ هو انت عرفت تربي ابنك يا ابني وتجيب لبن يا بنتي انا رب. مفيش حد، مفيش صوت، لا مفيش صوت، مفيش صوت. واحد. السلام عليكم، بداية فيديو جديد. اهلا ومرحبا بكم في قناة شاور فاميلي. طبعا كلكم مستغربين دلوقتي ليه انا لوحدي في الفيديو، ام عز مش معايا خالص ولا معايا اي حد من عيلتي. فكرة ان انا لوحدي النهارده عشان انا هعمل مقلب في ام عز مراتي. هروح سوق الحيوانات ومفروض انها هجيب لها ديك رومي واقول لها ان انا هربيه معايا في البيت، انها اكله واشربه واعمل له عشه وتمام التمام. اهم حاجه قبل ما تتفرج على الفيديو تعمل اللايك الجميل بتاعك، سبسكرايب الجميل لو مش عامل سبسكرايب، وتفعل الجرس عشان اول ما الفيديو يجي لك اشعار. دلوقتي يا جدعان جبنا الديك اهو، نزلنا السوق ورانا اهو، جبنا الديك اهو. اللهم صل على النبي. 5 كيلو 5 كيلو. نشوف ردة فعل ام عز بقى اول ما تشوفه، واقول لها ان هو يعيش معانا الديك ده. بص عامل ازاي. اخواتنا وحبايبنا طبعا الديك الرومي اهو. اول ما جبناه هو نايم بس مريح شويه، تقريبا مريح شويه يعني. شايف الجو فرهده، بس داخلين على شهر رمضان وكده وفي صيام. هم رابطين رجليه عشان ايه؟ ما يجريش منهم في السوق، عشان يعرفوا يتحكموا فيه يعني. بص الله اكبر، الجناح عامل ازاي ولا كانه نسر. اللهم بارك. سير اهو يا جدعان بالصلاه على النبي. دلوقتي في الاسانسير اهوت، الديك الرومي وصلنا البيت اهو. شوف بقى ام عز هتقول عليا ايه بقى؟ تقول لي ايه؟ اقول لها ان انا هربي الديك الرومي ده معانا في البيت عشان يلعب مع عزوز وكده. ام عز، ام عز تعالي بص جايب لك ايه. عملت زعق وتعالي ستوب بص ليه؟ يا اسطى حلويات. ديك رومي ده هيقعد معانا هنا، هيعيش معانا هنا، يبقى صاحب عز بقى ويلعبوا مع بعض والدنيا تبقى جميله. هعمل له عشه هنا وناكله كل يوم ونراعيه. حيوان أليف. معلش بس مين اللي هيعيش معانا؟ حيوان أليف والله. بصي مين ده اللي بصي بصي ابعدوا يا عم عني يا عم. بصي يا الجلد دي يا بنتي والله العظيم ده نضيف وجميل، وبياكل يعني ذره مش عارف ايه، حاجات بسيطه كده يعني اكل مثلا بقيمه 10 جنيه في اليوم ولا حاجه. ايوه يعني انا مطلوب مني ايه؟ مش فاهم. ده هيقعد معانا هنا. احمد انا اصلا انا مش شايفاك، انا فايقه بالعافيه. شوف انت جايب البتاع ده منين؟ ولو سمحت رجعه يا بنتي ده بيمشي والله العظيم. يعني انا بيمشي. عارفه انه بيمشي، ما انا عارفه انه انت هتمشيهولي هنا. بس ما تمشيهوليش هنا يا احمد. استني بس ام عز، استنى ام عز. احمد انا مش موافقه. مش موافقه على ايه؟ مش موافقه ان هو ده يعيش هنا. ده ايه اللي هيعيش هنا ده ده؟ بيلعب. يا ابني ما توديه عند امه ويلعب، انت جايبولي عندنا. استنى ام عز، اصبري عليا يا ام عز. هو فيها ام عز؟ عن بركه يعني. كل عام وانت بخير، رمضان كريم. حياة النبي محمد، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. عايز نعمل ايه يعني يا احمد؟ ايه رمضان كريم؟ ماشي الله اكبر. رمضان كريم يعني يبقى ده حيوان. رمضان كريم نخش عليا فانوس، هات شويه بلح تبلهم. ايه اللي انت جايبه ده؟ ديك رومي هون بل. يلا قوم يلا العب، يلا قوم العب يلا. هو ما يمشيش ليه؟ يا نهار اسود ومنيل عليك يا احمد، انت جايب ديك رومي استني بس، هو هيقوم دلوقتي. هيقوم ايه؟ هيقوم يا بنتي، رجله كانت مربوطه. قومي يا انت اسطى. جايب ديك مشلول يا خيبتي، يا خيبتي في جوزي. وتصبري بقى. انا صابره اهو. امشي يا عم بقى يا عم، ما تكسفناش. فرخة هي بس مجهدة شوية. هو شكله بيطير من النوع اللي بيطير على طول. بيطير على طول؟ ايوه. روح اعمل له جلسات طبيعيه يا احمد على رجله كده. ده مين اللي ضحكت عليك واديتهولك ده؟ رجله كانت مربوطه، ما اعرفش ان هو ما بيمشيش. والله ما اعرف ان هو ما بيمشيش. اشتريته بكام بقى؟ 550 جنيه. يا نهار اسود ومنيل، يعني جايب ديك مكسح وب 550 جنيه؟ هو انت اصلا بتفهم في الديوك؟ انت شاريه هنعمل بيه ايه؟ قول لي شاريه هنعمل بيه ايه؟ انا كنت عاوز نربيه. نربيه يا ابني؟ هو انت عرفت تربي ابنك يا ابني وتجيب لبن يا بنتي وما تربي دي؟ هنربيه ونجيب له نتايه ونجوزه، يبيض يولد، يجيب ديوك صغيره. ده انت حتى مش عارف الديك بيبيض ولا بيولد، انت بتقول يبيض ويولد وعايز تربي ديك وتعمل مزرعه في الشقه. احمد شوف لك اوضه في اي حته كده تحت السلم، روح ربي لي فيها الفراخ دي. انا مش هربي فراخ في بيتي. موزع بالديك ده هيفضل هنا. مش وانا هيفضل اعالجه. هتعالجه؟ يا نهار اسود، يعني انت جايب ديك مريض عشان تعالجه يا احمد؟ اعالجه يا احمد طيب. اتقي ربنا. روح لا مش رجعه مرة هرجعه، تانية. مش هرجعه. ولا فلاحه ممكن تشتمني. والله العظيم ده ان قلعت الشبشب وادتك بيه على دماغك يبقى لها حق. هو فاهم ام عز؟ هو انت شتي مراتي؟ بص يا ام عز، بصي استهدي بالله بس. انا عايز دلوقتي اجيب له شويه اكل، هو محتاج يتغذى وهنقعده معاه. يا ابني علم ابنك المشي يا ابني، انت جايب ديك تعلمه عندي المشي. طبعا. هقول لك حاجه، عندك ذره؟ ما عنديش اي حاجه. هاتي خضره، هاتي خضره. ما عنديش خضره. هاتي خياره. ما عنديش خيار. عيش مبلول. ناصر جاب الحل. عيش مبلول. هات عيش مبلول باللي رغيف بس وهاتيه. ماشي؟ بعد اذنك بعد اذنك. رغيف مبلول. مفيش غير عيش فين وانا هات. هاكله؟ هعمل لي بيه سندوتش؟ لا هات رغيف. بقول لك مفيش غير رغيف وانا هعمله سندوتش. شوفي عيش بلدي بس ناشف كده وبالليش. مفيش غير رغيف وانا هعمله سندوتش. شوفي عيش بلدي بس. بالله عليك يا ام عز، يا ام عز، هو انت مضايقاه في وشي ليه يا ام عز؟ انزل اشتري له اكل. انزل هات له اكل. طيب ماشي. هنجيب اكل وجايين. وانا مش عارف يعمل حاجات هو عاوزها في بيته لما هتعيش يا غم. يا نهار اسود ومنيل عليك يا احمد، انا مش فاهمه ايه ده بجد. الديك شكله مات ولا ايه؟ كابتن
بابا طمني عليك. طيب قول لي اي حاجه، اجيب لك تاكل طيب ولا انت عايز ايه؟ انا بجد مش عارفه اتصرف ازاي في المصيبه اللي انا فيها دي. ربنا رزقني بواحد معتوه في دماغه ولا مش فاهمه. يا جماعه هاخد الديك ده يعني انزل اشوف اي محل يرضى يذبحه او كده، عشان هو تقريبا كده بيخلص يعني. هو مش هيكمل اصلا، مش هيستنى لحد ما احمد يجيب له اكل. لازم اتصرف لان ده يعني مستحيل يموت عندي هنا في الشقه. لازم انقذه يا جماعه، مفيش في ايديا حل تاني. طب 550 جنيه مش فاهمه الرجاله دي في دماغها ايه؟ نزل لي من صباحيه ربنا عشان اخده اروح اذبحه. يعني بجد مش عارفه المصايب اللي بتيجي على الصبح دي. فانا دلوقتي يا جماعه بدور على حد يعني الاقي محل فاتح بتاع فراخ او كده. للاسف انا يعني مش قصدي اقول كده قدامك والله، يعني سد ودانك عشان يعني يذبحوا بقى وينضفوا، لان يعني حرام. انا مش عارفه اخلي بالي منه. ما اعرفش انا اربي حيوانات يعني طيور. بصوا يا جماعه انا لقيت محل بتاع فراخ فاتح دلوقتي. هدخل اديله الديك بقى واقول له يعمل فيه ايه بالظبط، عشان يعني هو هيعرف يعمل ايه. بقول لك لو سمحت كنت بس عايزه اذبح الديك ده ماشي، وانضفه يعني وكل حاجه تمام. انا هستنى بقى دلوقتي يا جماعه لحد ما الديك يعني يتنضف وكده وهاخده معايا وارجع البيت. الحمد لله يا جماعه بعد طول انتظار وتدوير ما لقيتش حد فاتح في الوقت ده بيبيع ذره، بس لفيت مثلا بتاع نص ساعه ولا حاجه وفي الاخر جبت الذره اهوت. اطلع اكله بقى واروق عليه. حاول بقى اشوف خشب وكده عشان اعمل له عشه يكون فيها كده في البلكونه في اي جنب كده، وراعيه بقى واصرف عليه واظبطه. وبعد كده اجيب له نتايه ويخلفه بقى عندي، وعندي قطع ديك. هعمل المشروع ده على فكره مربح. يعني الديك الواحد ب 550 جنيه، لو جاب لي مثلا ديكين صغيرين وكبرتهم يبقى كسبت 1000 جنيه. جبت حق الديكين الاولانيين كده بقى، وهكذا بقى. كل شويه بقى يولدوا ويجيبوا لي وانا اكبرهم وابيعهم. المشروع ده كويس. اخواتنا وحبايبنا وصلنا يا جدعان اهو. نخش بقى اشوف هياكل ولا مش هياكل. لو انت بتتفرج عليا لحد اللحظه دي يا ريت اللايك، سبسكرايب، تفعل الجرس عشان يجي لك كل ما هو جديد. ايه ده؟ عايز لوحده جوه. معز فين؟ مش عارف. معز مش موجوده في الشقه. طب ايه اللي عرفت؟ في الشقه كلها مش موجوده. يا دين امي خد بالك لو اللي في دماغي ده صح انا هعمل حوار مش هعديها بالساهل اقسم بالله. ياه ما بتردش يا عم. كنت في الاسانسير. ازاي نزلتي وسبتي ورا؟ كنت حاطاه في الارض عادي يعني، كان عمال يلعب. ده في الارض بيلعب ازاي يعني؟ وايه اللي ازاي يا ابني؟ هو صغير وعادي بيلعب في الارض وحواليه لعب يعني، مش هيقع من فوق حاجه مثلا او كده. ايه الكيس اللي في ايدك ده؟ مفيش في حاجه في ايدي. ايه الكيس اللي في ايدك بس كده وريني؟ احمد استنى وريني بس أنا كده. هفهمك. طب وريني. طب اصبر بس هقول لك. وريني عشان ما اعملش معاك مشكله قدام الولد. خد يا ايه ده بقى؟ ده الديك. طب وليه؟ يا احمد الديك كان هيموت. قلت لك عالجه. هتعالجه ايه؟ ما كانش يا احمد انت نزلت من هنا هو ما خلاص نزلت اغمى جبت عليه. ده ليه؟ هو يا ابني انت نزلت من هنا اغمى عليه اساسا. ايه انا ده؟ نزلت جبت ده ليه؟ ايه ده؟ كان هياكل وهيفوق. هياكل ايه يا احمد؟ ده الفشار اللي احنا بنعمله فشار يعني. ده الدور الفشار اللي بيطرقع ده يعني. حتى ما كنتش جبت له اكل عدل كان هياكل ايه بقى؟ بس ما تزعلش، انا هسويه لك وهعمل لك احلى ديك رومي بقى. بص تاكله كده وتتبسط. انا عايز ديك بتاعي صح ماليش فيه. اجيبه لك صح. ماشي خلاص عندك 600 جنيه ماليش فيه. عايز 600 جنيه بتوع ايه؟ ماليش فيه بتوع شيل بس حقه. الولد عشان ما يقعش. حقه لا ولا مش هيقع مالكيش دعوه بالولد. هاكلهولك ما انت مش هتاكله. عايز اكل انا عايز ديك بتاعي صح عشان اربيه اقعده في البلكونه هنا. ما كانش بقول لك مات انت نزلت من هنا واغمى عليه اساسا. بس ما تزعلش ما تزعلش يا احمد خلاص بقى. بس استهدى بالله كده هخش افرقع لك شويه فشار من دول انا بطبخ لك الديك خلاص بقى. عايز فلوسه. لو اديتك حقه مش هاكلك منه. ماشي مش عايز اكل منه. اخر كلام عندك. ايوه اخر ولا كلام. حته ولا انا عايز كتيرة. حقه انا عايز حقه ما تقعدش ترغي معاه كتير. عايز حقه ادي 550 جنيه. هو في يا احمد؟ ما قلت لك هطبخه لك وهتاكله. مش عايز انا مطبوخ انا عايز واحد حي اربيه. ماشي يا خد يا اتفضل. هو انت هتعد ورايا؟ ده 500 بس. حق التنظيف 50 جنيه. حق مشوار ان انا خدته على قلبي وشلته ونزلت دورت لحد ما ذبحته. ماشي مش مشكله يلا. كده انت مبسوط يعني؟ مبسوط. مش هاكلك منه يا احمد. وريني بقى مين هتطبخيه بغاز مين بفلوس مين بوتاجاز مين شقه مين. وريني بقى الحاجات دي كلها اتعملت ازاي. بقول لك انت مش خدت ال 500 جنيه بتوعك؟ ده حقه. ما توجعش دماغنا بقى. انما طالما هيتعمل في بيتي هاكل منه. هات فلوس وناكلك منه. ده انا اللي هطبخ يا حبيبي. حق الشغلانه. خد. ايه 100؟
100 بس حق الطبخه؟ هات 200 جنيه. هو ده اللي موجود. هات 200. سيكي بس 100 جنيه كده. كده هديك ورك بس. ماشي. ورك هو ده اللي واحد. هاكله. والله ماشي. اللي هي الدبوسه مش الورك ماشي. كامل. ماشي. الدبوسه. ماشي خلاص عرفت. ماشي تبقى فاهم بس. ضحكت عليها. ايه بقى؟ هنزل بس راح مشوار كده، بس خلي بالك من عز، انا مش هتاخر. ايه؟ رايحة فين؟ راح مشوار كده وفي ايه؟ ايه مشوار ايه يعني؟ مشوار سري؟ راح اسوي الديك. ماشي؟ خلاص؟ خلي بالك من عز. طبعا في عينيا. ما تسيبوش لوحده. في عينيا. ماشي برضه. عايزين تتابعوا منك. بتقولوا سايبوه الناس. لا احنا بنسيبه في الارض، انما انت بتحطه على الكنب. لا حطه على الأرض. ماشي. ماشي. بصوا يا جدعان كده هي مش تقدر تاكل اكتر. تجيب ثاني؟ وانت بتقول ايه؟ بتكلم على الكاميرا يا بنتي. بتكلم مع متابعيني ومحبيني في كل مكان في العالم. ماشي. انا ماشيه وسايبه الكاميرات هنا على تليفوني. باي. ماشي؟ شايف؟ الكاميرا ما بتجيبش صوت. كده الديك ده 5 كيلو، عمرها ما تقدر تاكل لوحدها، بس انا عايز اشوف بس بعد ما يتعمل هيبقى عامل ازاي. على فكره هيبقى طعمه فاجر. يلا عزوز نخش نريح بقى شويه. بص عزوز عايز ينام اهو يا جماعه. يلا عزوز نخش نريح شويه عقبال ما ماما تجيب لها الاكل. ماشي يلا. طبعا زي ما انتم عارفين ام عايز دلوقتي نزلت تجيب الديك الرومي بعد ما استوى، المفروض ان هي بقى لها بتاع ساعه ولا ساعه ونص. فانا فرشت الغطا بتاع الفرش ده كده زي ما انتم شايفين، عشان برضو ما نبهدلش الدنيا لما نيجي ناكل الديك الرومي. المفروض ان هي كانت قايله لي هتديك ورك واحد بس من الديك وهتاكل هي الديك كله، فانا عشان كده هتصل باصحابي كلهم وهتتفاجئ بيهم هي اول ما تيجي ان انا لامم كل الشله وعازمهم على ديك، واشوف ردة فعلها لما تيجي. انا هتصل دلوقتي بقى بالرجاله. الو تاكل ديك ولا اجي اديك؟ تعالى يلا. لم الرجاله كلهم، لم الرجاله كلهم وتعالى. يلا 5 دقايق وتكون عندي هنا. 5 دقايق. لو اتاخرت مش تاكل. ماشي؟ يلا سلام. يا ابني مش كده يا ابني، مش كده. السلام عليكم. اين الديك؟ ازيك؟ فين الديك؟ جاي اهو. انت جاي لوحدك فين ليه؟ الاكل يا ابني؟ جاي لوحدك ليه؟ مش بتاعت الشباب؟ انا قلت بقى ما بلاش اقول لحد لحسن يوديك صغنن ولا حاجه. لا ده اديك 5 كيلو الساعه النبي. كلمني رجاله. كلمني اي حد كده من الرجاله. الله ماشي. الو ايه يا ابني؟ تعال عشان في ديك ولا اجي اوديك؟ يتص بيه. سلام عليك يا فندم. امال فين احمد علي؟ اتصل بيه؟ اتصل بيه. يا جماعه بس في تنويه بس حابب اقوله ان البقاء لله والدوام لله. ابو احمد علي توفى من كام يوم كده، فاحنا برضو هنخليه يجي ياكل معانا برضو عشان واتمنى ان انتوا تدعوا له في الكومنتات وتكتبوا كلمه حلوه. نخرجه من اللي هو فيه برضه. نخرجه من المود اللي هو فيه برضه، ونحاول ان احنا نعمل باصلنا معاه. بما ان احنا اصحاب فاحنا مش صحاب في في الهلس بس، لا احنا صحاب في الهلس في الحزن في كل حاجه. ونسالكم الدعاء يعني، يا ريت اي كومنت كده بقاء لله يعني، ما نجيلكوش في حاجه وحشه باذن الله، ما نجيلكوش في حاجه وحشه. كل ما نخلص عزا يعني وكده. فين احمد علي؟ تعالى طبعا عشان ابو عز عامل لنا في حاجه كده عايز في حاجه عشان هتاكل حاجه في ديك. هتاكل ديك ولا اجي على الديك؟ هو غالبا ما بيكونش كويس اليومين دول برضه عشان الزعل وكده. تعالى هتتبسط احمد علي. هتتبسط بس عم بقاله تقريبا 3 ايام يعني او 4 ايام ما بياكلش اصلا. احنا عايزين نغذيه الصراحه. ان شاء الله هنحاول نخرجه من المود اللي هو فيه. المود اللي هو فيه. وطالما شاف ابو عز والاس هياكل من غير ما يحس. خلاص. وصل اتفضل. كله تمام؟ اتفضل. جعان ولا انت جاي واكل؟ نسخن شاي لا على طول بقى ناكل على طول اكل على طول. اتفضل يا جماعه. شيء انت هتمثل ولا ايه؟ انا دلوقتي هتصل. ايوه يا معز. يلا والله عشان انا موعت، بس بطني موعت كده. لوحدي. بيت الكرم والله. لوحدك ايه؟ مش هاكل. ايه يا عم انتوا مش موجودين. مفيش حد، مفيش صوت. لا مفيش صوت. لا انا لوحدي. يلا ماشي يا ام معز. ماشي يلا ما تغيبيش يلا مستنيك اهو. يلا سلام. بصوا يا جماعه دلوقتي ام معز اتصلت بيا وقالت لي قابلني تحت عشان الديك كان تقيل قوي عليها، فهي مش قادره تشيله، فانا هنزل اساعدها في الشيل وتطلع تتفاجئ انها مجمع الرجاله كلهم عشان يستبحوا معانا. اهم حاجه بس ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك وتفعل الجرس عشان لما ينزل اي فيديو يجي لك كل ما هو جديد. بصراحه مش قادر استحمل، ما كانش اي حاجه من الصبح صباحيه ربنا. الديك ده هيبقى نجده من السماء بصراحه. انا اتاخرت. هو انت مش المفروض تشيل مني الديك وهو تقيل عليا؟ ولا انت ما فيش اي احساس خالص؟ اي احساس عشان انا ظهري اتكسر. انت بتعمل ايه؟ انت بتطلع ايه يا عم انت؟ يا ابني انا اللي شايلاه طول السكه، ما تشيله انت.
يا ابني امال انت لازمتك ايه يعني؟ امال ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. صلى على النبي، شكله على الولع، شكلك بالصلاة على النبي ايه؟ انت قصدك ورك دي؟ ورك ديك ايوه انت مش ليك ورك؟ يعني ايه؟ يعني انت ليك ورك ما تنساش. ماشي. يعني مش تديني اسف من ورك؟ لا يا حبيبي انت على قد فلوسك، انت ما دفعتش اصلا، ده يعني الورك ده كده مني ليك. لسه مني ليكو؟ اه يلا الزمان غيركو؟ اه ماشي قشطة. والتاني مش هقدركوا مش هقدركو خالص بقى. بقى خش اعملوا واجب بقى كده، خش اعملوا واجب. دور بيبس، دور بيبس كده يا ام عز يا مكرم، يا مكرم كل عام وانت بخير. لا لا يا عم يا دوب يا دوب كل واحد ربع. يلا نستفتح يلا سمو لا بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عز انا حاسس يلا الله 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 ساب الله ابو عز. يديك ينسيك احزانك، ينسيك دنيتك. يا لهوي على الريحه يا ابو عز. ابو والله عز بيت يا الكرم. بلاش واحد غيره ما ينفعناش. ابو عز يا بلاش واحد بس يا ام عز، نشكر ام عز، نشكر ام عز ليه؟ ام عز هي اللي نزلت وقفت جنب الديك لحد ما استوى. ابو عز يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. وعز كمان يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. هو اللي مأكل، هو اللي مشبعني، هو اللي مأكل، هو اللي مصبرني، هو احلى ابو عز في الدنيا وكتاب الله. بيت الكرم والله يا سيدي الناس اللي مالوش سيدي الناس. عمود كردان ده ورا الجمله. عملتوا واجب بصراحه، الله يبارك لكم. والله ابو عز تستاهلوا الكلام الاكل يا جدعان. تستاهلوا هاشتاج الاكل. الكلام الحلو اللي انتوا قلتوه دوت تستاهلوا عليه الوليمه دي اصلا. يا جدعان انتوا كده هاشتاج خلاص. ابو عز الكلابه. رمضان كريم يعني يا جدعان اللي جاي احلى اللي مش متابع ابو عز واللي جاي افضل. تابعوه رمضان الجاي عشان الجديد شديد، واللي مش هيتابعه المره الجايه احسن. باذن الله غنمايه، غنمايه بالصلاه على النبي بس كده، غنمايه على الرجاله بس كده، غنمايه. طرش وما بيهزرش. يلا ناكل بقى، يلا ناكل بقى، نخش في الجد. يلا ماشي يا رجاله، بسم الله. ولا الطيران ولا الطيران بس انا بقول لك مش هتابعه. عادي بقى، ما انتوا متعودين مرات كنا بناكل بايدينا. معايا بقى معايا عشان ما تزيدش بقى. احمد لو سمحت ثانيه بس، ثانيه يا جماعه عايزه اختم. يعني اشد ولا ما اشدش يعني؟ استنى بس، استنى انا شديت يابا. ستوب اكل، لا ستوب لا اكل، يابا يا جدعان. ستوب اكل. احنا على الفاضي يا عم. هناكل ثانيه. احمد هو ايه انت بتعمله ده؟ هو ايه يا معز؟ هو انت ما ليه ما قلتليش يعني؟ هو احنا كنا متفقين على كده؟ لقيتهم جايين فجأة؟ طب انا مالي يعني؟ انا ذنبي ايه؟ يا احمد طب انا اعمل ايه طيب؟ طب انا دلوقتي جعانه هاكل ايه بقى؟ هو ايه معلش يا احمد؟ هو انا مش انا دافع فلوس الديك ده؟ هو انت بتصور ايه؟ هو بتصور مين؟ خليني يا عم اقفل. ستوب ايه يا ابني في ايه؟ يلا يا جدعان بسم الله يا جدعان. وضع طيران بس، وضع طيران، مش عايز تليفونات دلوقتي خالص نهائي نهائي. لو انت بتعمل هو رئيس مش هتاكل معانا ولا يا عم هو انت كل شويه ما هو ده وقف يا ابني، ستوب ستوب في هو ايه؟ في ايه يا احمد؟ هو انا مش بكلمك. طب هات لي حته بقى، هات لي حته اي حاجه طيب، وانا مش هاكل خلاص اي حاجه خالص بقى. هاتي طبق طيب يا بنتي. مؤاخذة بس يا جدعان، استاذنكم بس هنقل بس من واحد يا كرمك يا ريس. يا سيدي الناس اللي مالكش سيدي الناس ده انت كرمك. بوز قد ايه؟ بص انت بوز قد شايف ايه؟ الريشه عامله ازاي؟ الله يبارك لك، شويه رز بس كده. يا سيدي الناس بس كده، يا سيدي الناس بس كده. في ماشي طيب حط يابا، خد شويه حط تفاحتين بس. خد شويه تفاح. خد يا سيدي الناس يلا مالكش سيدي الناس. تسلم ايدك، تسلم ايدك، هتوزع عسل. بعشقك يا عم. تسلم، هتوزع عسل. بموت فيك يا سيدي يا سيدي الناس يلا بس. الله يبارك لك يابا. شكرا. والله يا ريس اللحمه حلوه بس اهم حاجه. يا ريس كتاب الله يا ريس، ده لازم تبقى حلو. حلو عشان منك. مش دبوسك نعم. على بقك يا ريس، على بقك، على بقك من غير ما تفكر، على بقك يا ريس. حاسس يا ريس ان احنا عاملين لك ازمه. ازمه ايه يا عبيط يا؟ ليه يا؟ قول لي يا. دراعي برضه يا ريس، لو في حاجه ولا بتاع انت ممكن تمشي. شفت اخوك يا امسك كده كل يا. سيطرة. لا سيطرة. انا افتكرت يا ريس سيطرة. لو مكسوف مننا ممكن تشد انت. سلطان طيب يابا، في ايه يابا؟ والله رمضان كريم. انت قلت لي ان انت جعان ولا انا قلت لك تعالى كل؟ يا ابني ده سيطرة مش رئيس. إيه؟ ده اللي بنتعلم منه يا ابني في الكورة والله. اخويا كمان اخويا يا عم والله. حضرتك اكلة الكمك، اكلة الكمك. شوف
محدش جعان يا عم. باين عليك يا معلم. ما كانش بقالك 3 ايام. انبسطت يا رجاله. الصراحه ماشي بالشاي. لا عصير بقى عصير يا عم بيبسي يا عم بتاع احنا هنا على الشاشه مانجا. عصير لو في مانجا بس. جوافه باللبن مانجا. نوافه بالله. انا لا الاقيها هجيبه. لا الاقيها هجيبه. ما تيجي خش الثلاجه انا هفنش البيت. تيجي خش الثلاجه لا انا في شوكولاته في شوكولاته انا هخلي معز تعمل كل حاجه. نجيب الثلاجه كل حاجه تمام. خش الثلاجه بقى خلاص البيت بقى بيتنا بس فهمك معز عايزين بس شويه حلويات بقى كده على طبق فاكهه. شويه شاي. لا خليكم يا رجاله خلاص. حلويات ايه؟ طبق حلويات يا ابني يا ابني ما تخلينيش اعلي صوتي في ناس بره، ومش كفايه كلوا الاكل، مش كفايه كلوا الديك بتاعي. ويا معلمه انا سامع كلام المعلمه بيتقال يا معلمه وانت مش عايزتنا بس ماشي الحواش بتاعك كدب ولا ايه؟ انا خلاص جبت اخري، معز مش هينفع. مفيش حلويات. لا مش هحل احمد شاور لما بشرب ماشي الولد ده من هنا، شويه شاي طيب. اصحابك الحواش دول مشيهم، مش هتكلم تاني. ايه ده اول ما نرجع فين؟ نتوكل احنا بقى. جوافه فين؟ ماشي يا سيطره. السلام عليكم والله مش عارف طول عمري بقول انت سيطره انا ما كنتش عايز ده يحصل بس المهم ان احنا كنا ديك رومي وظبطنا الدنيا. حبيبي نشوفك ان شاء الله في اي حاجه ثانيه باذن الله. ماشي. روح انت ولا خد الثلاجه ماشي يلا. سلام. نشوفكم فيديو الجاي. سلام.